المكان سماء تركيا. الزمان 15:10 بتوقيت غرينتش. الحدث كارثة وفقدان قائد عسكري ليبي. إليك القصة الكاملة لاختفاء محمد الحداد وآخرين. بدأت القصة في أنقرة، حيث كان رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي الفريق محمد الحداد في زيارة رسمية إلى تركيا. التقى خلالها نظيره التركي وعدداً من القادة العسكريين في إطار مباحثات عسكرية رسمية. مع انتهاء الزيارة استعد الوفد الليبي للعودة إلى طرابلس. أقلعت الطائرة الخاصة من طراز فالكون 50 من مطار إيسنبوجا في أنقرة في تمام 5:10 بتوقيت غرينتش، وعلى متنها الفريق محمد الحداد ورئيس أركان القوات البرية. الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة محمد العصاوي دياب، إضافة إلى المصور بمكتب إعلام رئيس الأركان محمد عمر أحمد محجوب. بعد أقل من ساعة على الإقلاع وقع ما لم يكن في الحسبان. فقدت السلطات التركية الاتصال اللاسلكي بالطائرة بعدما أبلغ طاقمها عن مشكلة فنية وطلب الهبوط الاضطراري فوق أنقرة في محاولة للعودة إلى مطار إيسنبوجا، لكن الاتصال انقطع فجأة ولم تفلح محاولات التواصل معها مجددا. مع تصاعد القلق أغلق المجال الجوي فوق العاصمة التركية أنقرة بشكل مؤقت، ودفعت السلطات بفرق البحث والإنقاذ ووحدات الأمن إلى حالة تأهب قصوى وسط سباق مع الزمن لتحديد موقع الطائرة المفقودة. وبعد ساعات من البحث أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليقايا أن فرق الإنقاذ وصلت إلى حطام الطائرة في منطقة هيمانا قرب أنقرة، مؤكداً أن الطائرة تحطمت هناك. لاحقاً جاء التأكيد الرسمي من ليبيا، فقد أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مصرع الفريق محمد الحداد وجميع مرافقيه في الحادث. هكذا انتهت رحلة رسمية قصيرة بدأت بلقاءات عسكرية في أنقرة، وانتهت بمأساة خلفت صدمة عميقة داخل المؤسسة العسكرية الليبية.